مرحبا، رجعنا لكم بالقناة الأقوى بالعالم، القناة الأمتع، قناة باتمان. معكم جمعة دكتور نفسي. اليوم رح نعرف كيف بيطلعوا الجن عند الأجانب، كيف الجن بيطلع عند الأجانب. احنا المسلمين بتوديه عند شيخ بيطلع لك الجن، كيف الأجانب مثلا بيطلعوا الجن؟ هالقط رح نعرف حبايبي، لأنه الفيديو تبعنا مفيد جدا اليوم. يمكن تلاحظوا إنه الدار متغيرة، اكتبوا لي رأيكم بالدار. أول حالة كدكتور نفسي، كيف بيطلعوا الجن في الهند؟ كيف الهنود بيطلعوا الجن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أول مقطع. الشوت هاي صايبها كهربي حبايبي، مش جن، هذا جن متكهرب، صايبيته الكهربي. هاي في وحدة قاعد تعمل حركة الحمامات. حبايبي كل اشي بالهند بتلاقوه مختلف، كل اشي بالهند مختلف. بعرف كيف قاعد تعمل هيك. التفسير العلمي للحالة اللي شفناها، الجن متكهرب حبايبي، صايبيته الكهرباء. هاي هو التفسير العلمي. اللي بعده، هاي طول عمري نفسي اعرفها، كيف بيطلعوا الجن عند المسيحية؟ هل زي المسلمين ولا لا؟ انتوا كم واحد فيها؟ رد. انطق باسم الرب يسوع، انطق، افتح بقك. كم واحد فيها؟ 12. كم؟ 12. 12 جن داخل فيها. انت اسمك ايه؟ فرعون. فرعون؟ اسم الجن فرعون حبايبي، اوكي؟ طيب انت جاي تعمل ايه فيها؟ هو مش فرعون اللي حكى ربكم الاعلى؟ ايش جابوا على الجن؟ شو جاي تعمل يا فرعون؟ هالقط رح نعرف. اجننها. رد. اجننها. جاي تجننها؟ ليه بتجننها ليه؟ كده. عاوز تجننها ليه؟ كده. فرعون جاي عشان يجننها حبايبي، ساب الكوكب كله واجى عشان يجننهم. كده ليه؟ يعني انت جاي بسحر والسحر قال لك روح جننها؟ ها؟ رد اتكلم. سحر حبايبي، ديروا بالكم، يعني مثلا عمتك تعمل لك سحر عشان تتجوز بنتها، او انت اختي اذا انت حلوه كتير ديري بالك، عمتك بصير بدها تجوزك ابنها بتعمل لك عمل. انا بنصحك. السحر مرشوش ولا مش مشروب؟ بسأل شو نوع السحر، مشوش ولا مشروب؟ بتفرق. بيزيها الاسحار ليه؟ عشان ينفخوا لها بطنها وايه تاني؟ يجننوها. ويجننوها. طيب نجلاء اتخطبت كم مرة؟ هو جايب الجن يتعرف عليه ولا يطلعه؟ مش فاهم انا. مرتين. طيب مين انت قلت لي اسمك ايه؟ فرعون. طيب يلا هالقط رح يطلعوا. ايه اللي حصل للاثنين اللي اتخطبت لهم؟ سابوهم مش مين اللي طفشهم؟ انا. هاي رح يطلعوا، بيحكي معه شوي وهالقط رح يطلعوا. انت؟ طفشتهم ليه؟ اجيب لها ناس من بره يمشوها. يعني انت بتطفش العرسان ليه؟ خلصني، طلعوا لي ساعة قاعد بستنى، طلعوا يا زلمة طلعوا. المقطع اللي بعده ما طلعوش. هالقيت حنشوف كيف بيطلعوا الجن في دولة باكستان. باكستان في جن هناك، راح نشوف كيف بيطلعوه. الشوت شو هذا جن غبي، هذا جن متخلف. مين الجن اللي بده يطلع هيك؟ شو بتطخطخ على الجن قاعد. باكستان حبايبي كل دولة لها ثقافتها. أنا كدكتور نفسي تحليلي لهاي الحالة النفسية اللي صايرة أمامنا فيش تحليل أخوي. يعني باكستان إيش هذا؟ هيك بيطلع الجن في باكستان؟ هذا الجن اللي كان زمان يضربوا فيه المثل بيطلع بالطريقة هاي؟ والله حرام، والله قلة قيمة. هذا المفترض يكون مقطع بخوف مش بضحك، بعرفش ليش هيك صار. اللي بعده، هلقيت حنشوف كيف بيطلعوا الجن بالشيشان. يا الله. اي خش يا مخوي قيس حركه مكان. يا أي. الله ما بكيو وعملياتي كويس. اي ايش ذولي في عيوني؟ شو نسويها؟ هذا واحد سعودي طلع قست مع وحده ركبها الجن. هلقيت حنشوف شو عملوا. صلي على النبي، قولي لا اله الا الله. طيب لا 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 قولي لا اله الا الله. لا. حكت له لا، بدهاش يحكي لا اله الا الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم لا الله. تتعود. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. لا لا لا. بس انا في شغله مستغرب منها، في جن بيطلع لايفات على التيك توك، يعني مش هاي هزلت على الاخر. هذا جن مفلس، ايش في؟ شو الغباء هذا؟ ايش فيها ذي؟ لا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تتعود قلنا. لا تتعود. هاي متخلفه. هاي مش جني، هاي مش جني. فيش جن بيطلع لايفات على التيك توك. هاي متخلفه، حلوا عن سماي. تبيني اطير. ها تبيني اطير. تعال. تبيني اطير بتحكي له. حتى لو طرت هلقيت قدامي مش راح صدق انك جني. فيش جني بيطلع لايفات تيك توك. هاي هزلت على الاخر. هلقيت حنشوف كيف بيطلعوا الجن في باكستان كمان مرة حبايبي. في باكستان بلد العجائب. بسم الله الرحمن الرحيم.
مش عارف ايش احكي لكم يعني، مش عارف يعني قاعدين مش عارف ليه بيعمل هيك. شو اطلع خلصني، اطلع جن اطلع، ما تطلع وتريح حالك. اطلع يا حمار، اطلع يا غبي. يا شيخ طلعوا، يا شيخ ساعدوا، بده يطلع الجن، انا عارف بده يطلع، بس طلعوا يا شيخ، تقعدش تهبل. هاي طلع. خلص هيك طلع حبايبي، لما نعمل هيك يعني خلص طلع. باكستان ايش يعني كيف هلقيت حنشوف كيف بيطلعوا الجن في كوكب مصر. مصر عبارة عن كوكب حبايبي للناس اللي ما بتعرف. هلقيت حنشوف كيف بيطلعوا. بسم الله. إيه هذا واحد راكبه جنية بتحبه، فهي قاعدة بتصوت بتحكي انه هي بتحبه كتير ومش راضية تبعد عنه. حبايبي اهلنا بمصر الله يسعدكم. طيب البست جسمه فين مسكتيه فين رد علي. البست جسمه وين البست جسمه؟ مش فاكرة. لا والله افكرك انا مش فاكرة. افكرك واشتغل عليك حرق. لا دقيقة شوي، هيك خربتوه على الاخر. شو الجن اللي مش فاكر هذا؟ لا هاد غباء اسمه. شو الجن اللي مش فاكره هاي؟ شو اللي مش فاكره؟ انا دخلت المقطع دكتور نفسي حبايبي، حاليا انا بدي علاج نفسي. الاشياء اللي بشوفها هاي اشياء غبيه. وشكرا لكم، انا مش حابب اكمل المقطع. حلو يعني مش مكمله، ما حدش يحضر المقاطع تاعتي. ثالث شغله اشتركوا بالقناه، احكوا لي شو رايكم بالبيت الجديد اللي انا ساكن فيه حاليا. ان شاء الله يا رب. حاليا قاعدين نبني في البيت تبعنا حبايبي، عشان هيك هذا بيت مستاجرين واجار. وشكرا لكم، يعطيكم الف عافيه، بتمنى يكون سعيد.